آلة منزلية متميزة يا اخوان، جبت لكم في الحلقة هذه آلة رانشيلو بمواصفاتها المتميزة والاحترافية. ايش امكانياتها؟ ايش مواصفاتها؟ والاهم كم سعرها؟ بتخدم مين؟ حشوف لحالي ولا معاكم سوا انا وانتو وانتو وانا، ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. ايش الحلاوة! يا هلا ومرحبا فيكم يا محبين النبي، دائما صلوا عليه وزيدوا النبي صلاة. ويا محبين اي حاجة تتعلق بالقهوة والمقاهي والآلات، وصلتوا واكيد هذه حلقتكم. من انا معكم انا خبير القهوة والمقاهي احمد عمر، والقناة هذه تتكلم وتخص اي حاجة متعلقة بمجال المقاهي. فاذا انت مهتم اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. ليش؟ عشان يوصلك كل جديد. وتعال خليك قريب مني من حساباتي الظاهرة الآن أمامك، سناب شات، انستغرام، وكل باقي الحسابات المختلفة الموجودة تحت في وصف الحلقة. في حال عندك أسئلة، استشارات، بتلاقي حساباتي تخدمك. واتمنى انكم تدعموني باللايك عشان اتشجع انزل حلقات كثيرة من نفس هذا المحتوى. ممكن تنشر الحلقة هذه لأي أحد مهتم في هذا المجال. طيب بسم الله نفتح الصندوق. طبعا زي ما تشوفوا الآلة لسه في كرتونتها، فحتكون استخدام أول. موجود أول حاجة طلع معايا الكتيب، دليل التشغيل وأشياء تخص الآلة. طلعت معانا الآلة، خليني أجيبها هنا. إيش الحلاوة! هذا كل الموجود جوة البوكس. خلينا أشيل الكيس، هذا شكلها من الخلف. حلو حجمها. خلينا نشوف إيش جوة الصندوق هذا. داخلها موجودة الإكسسوارات اللي جاية مع الماكينة. خلينا نشوف البورت فلتر. ممتاز، حجمه بمقاس 58 ملم. المسكة ممتازة، نفس المسكة الموجودة في مكان رانشيلو التجارية. نشوف الباسكت. عندنا حجمين من الباسكت، واحد بمقاس 8 جرام والثاني بمقاس 16 جرام. في حال إذا نبغى باسكت ثاني بمقاس 18 جرام ممكن إحنا نشتري حاجة أونلاين عشان نزيد أو كمية البن اللي بنحطه في البورت فلتر. عندنا فرشة لتنظيف الجروب هيد، سكوبر لغرف البن، أقراص تنظيف الماكينة. هذه نحطها على الباسكت بعد ما نحط القطعة الجلدة هذه، نخليها كأنه باسكت أعمى يصير ننظف بها الماكينة تنظيف دوري. تامبر جميل بمسكة خشبية باللون الأسود بمقاس 58 ملم. هذه هي باختصار الاكسسوارات اللي تيجي مع الماكينة. طيب يا جماعة الخير، براند رانشيلو يعتبر من البراندات العريقة الإيطالية، يعني عمر البراند هذا تقريبا 100 سنة، وعندهم طبعا خط في المكائن التجارية وبرضه في خط للمكائن المنزلية. إلى الآن عندهم 3 إصدارات من المكائن المنزلية، وهي آلة سيلفيا وسيلفيا برو اللي هي معانا الآن في الطاولة، وفي سيلفيا برو اكس. واللي معانا هنا في الحلقة السيلفيا برو تعتبر من الآلات المتميزة والمتمكنة انها تطلع لنا قهوة ممتازة ومستساغة. زودني بالآلة هذه الوكيل الرسمي لها في السعودية، وكالة SMS سعودي ماركتينج سولوشن. فخلينا نجربها في الحلقة هذه مع بعض ونتكلم عن مواصفاتها وإمكانياتها، ونشوف هل ممكن نطلع كوب فلات وايت ممتاز ولا لا. أول حاجة اللي يميز الآلة هذه بأنه لها خزانين منفصلين، وهذا يخلي الآلة المنزلية دائما تكون متمكنة وفيها تحكم ممتاز. خلينا نشبكها على الفيش ونشغلها. يلا شوف، أول زر عندنا هنا هو زر التشغيل، شغلها. عند المفتاح الثاني اللي تحته هنا هو الخاص بتشغيل الخزان الثاني المخصص للستيمر والمويه الساخنة، لأنه زي ما قلنا عندنا خزانين، خزان خاص للجروب هيد هذا، وخزان ثاني الخاص بتبخير الحليب والسخان أو الغلاية عفوا. فهذا يخلينا نوفر الطاقة، وبرضو يكون نختار نشغل خزان واحد ولا الخزانين مع بعض. في حال شغلناه خلاص الماكينة حتتبرمج، كل ما نشغل الماكينة هيشتغل السخانين مع بعض، أو إذا طفيناه فخلاص كل ما نشغل الماكينة سخان
واحد حيشتغل. الزر هذا هو الخاص بتشغيل أو إنزال الموية الساخنة، والمفتاح هذا خاص بتبخير الحليب. نشوف الماكينة كاملة من الحديد المقاوم للصدى. عندنا شاشة PID تعرض لنا الوقت، الإعدادات، درجة الحرارة، وهذه الشاشة ما هي موجودة في الإصدار السيلفي العادية. أشوف حجمها مناسب لركن القهوة، للمكاتب، فدائما ندور وراء الجودة والحجم، خصوصا إذا كانت ماكينة منزلية. الصينية هنا برضو من الستيل المقاوم للصدى، وهذا الصحن اللي يجمع فيه الموية، وهذا مقاسه. وفي ميزة هنا إنه القاعدة هذه قابلة للتحريك، يعني ممكن نرفعها وننزلها. كده الماكينة الآن بشكلها النهائي الخارجي. عندنا خزان الماء في الخلف بمساحة 2 لتر من الموية. جوة التانك لقيت الغلاف هذا، وأتوقع والله أعلم لأنه مو مكتوب عليه بالإنجليزي بأنه معدل للماء، فيه الأملاح، الكالسيوم، المغنيسيوم، الأشياء اللي تعطي الموية نسبة ملوحة مناسبة للاستخلاص. مكتوب انه الاستخدام كحد اقصى 2 شهرين. مبدئيا المويه اللي احنا حنستخدمها حتكون فيها الاملاح اللازمة، ولكن حلو انه مرفقة مع الماكينة. في حساسات بحيث انه تنبهنا اذا الماء قرب يخلص فتعطينا انذار الآلة. وهذا الخزان بمقاس 2 لتر. صراحة تمنيت انه ما يكون في ليات طالعة زي كذا، تكون مخفية، تكون اسفل الخزان، بحيث انه لما نشيل الكونتينر ما نشوف الليات او نزيحها، تكون بطريقة اخرى. يعني الليات الثلاثة هذه، واحد لخزان البورت فلتر، والثاني لخزان الستيمر، والثالث يكون حساس موصول في اسفل الخزان. واتوقع طالما انه الليات كذا موجوده في السطح ومتحركه، فلازم نتاكد انه الخزان يكون في معظم الوقت مليان مويه. عندنا سطح كبير هنا، ويكون سخان الاكواب برضو في نفس الوقت. الماكينه ثابته ب4 قواعد ممتازه. يظهر لي هنا في الشاشه إن الماكينة وصل لدرجة 93 درجة مئوية، والإضاءة هنا عندنا شغالة فوق مفتاح الستيمر، بمعنى إنه سخان الستيمر شغال، وممكن نطفيه بالزر هذا، ممكن نشغله. مساحة خزان البورت فلتر يقدر ب 0.3 لتر، وسخان الستيمر والغلاية بمساحة 1 لتر. طبعا عندنا السخانين هنا مصنوعين من النحاس، والميزة في الآلة هذه إنه لكل سخان في PID مستقل. PID هذا هو اللي يحافظ على ثبات الحرارة، فعندنا الاستخلاص ثابتة في الحرارة على مدار الوقت. وعندنا لكل سخان مضخة اهتزازية خاصة بقوة ضغط 9 بار، وهذه هي قوة الضغط المناسبة للاستخلاص والتبخير. ممكن نتحكم بالإعدادات بأنه نضغط على زر الزائد أو الناقص، وما راح يتغير شيء إلا لما نضغط الزر هذا عشان نأكد. طبعا في إعدادات تحكم ثانية، نضغط على الزرين مع بعض نعلق، يطلع لنا T2. T2 هذا نتحكم به في درجة حرارة الستيمر والغلاية. عندنا من F1 إلين F7. هذه المفاتيح تخلينا نتحكم بالتشغيل والإطفاء التلقائي، في برضو تفريغ الخزانات عشان لما نخزن الماكينة الموية داخل السخانات هذا حتسبب ملوحة، فلو نبغى نجنب الماكينة وما نستخدمها يصير نستخدم الخصائص هذه عشان نفرغ الموية ونحافظ على عمر الماكينة. كل تفاصيل الإعدادات هذه بسيبها في وصف الحلقة إذا حابين تعرفوا عنها. وبكذا نكون غطينا معظم تفاصيل الماكينة. خلينا نبدأ نسوي قهوتنا ونجرب. يلا بينا. يلا. طيب يا جماعة الخير، جبنا الآن العدة والأدوات. إلى الآن ما جربنا نشوف كيف الاستخلاص. خليني أبدأ أجرب أستخلص الموية. هذا صوت الموتور الاهتزازي المضخة. في معروضة عندنا هنا ثواني الاستخلاص. تمام، خلينا الآن نبدأ نطحن قهوتنا. طبعا يا جماعة الخير سبق أن نزلت حلقات كثيرة عن طريقة المعايرة بالطحنة مع الاستخلاص. رابط الحلقة بتلاقوها هنا وتحت في وصف الحلقة. عندنا هنا طاحونة بنتوود الرهيبة، وبرضه سبق أن نزلت حلقة عنها. رابط الحلقة بتلاقوه تحت وصف الحلقة، أو ممكن تضغط هنا تلاقوه. بضيف البن. طبعا هذا خليط اسبريسو. الله على الريحة، مشتهى الاسبريسو ترى.
هذا حيكون استخلاص اول، لسه ما سويت معايرة، فاتمنى الطحنة تكون مناسبة. بسم الله. اللي نبغاه 16 جرام بالضبط. طبعا ممكن نشتري بورت فلتر مكشوف ونشتري باسكت بمقاس اكبر. اوزع البن، اضغط، جيب الميزان حق الاسبريسو، نحط الكوب ونجرب الاستخلاص. نقول بسم الله. وهذا هو الاستخلاص، كريمي ممتاز. ندوقها. معتدل، كراميل حالي، فيه مرارة معتدلة، افتر تيست مستساغ، استخلاص مناسب. نجرب نسوي الفلات وايت، خلينا نشوف التبخير ما شفناه. بخار، ما في سائل كثير. نشوف عصا التبخير فيها جلدة تخلينا نمسك العصا ونحركها. عندنا حليب هنا، حليب كامل الدسم فريش طازج. سبق ان نزلت حلقة عن طريقة الرسم بكل الرسومات المتميزة، رابط الحلقة هنا او تلاقوه تحت في وصف الحلقة. بسم الله. نبخر، تدفق ممتاز. تصدق او لا تصدق صار لي فترة ما رسمت، دائما اشرب بس اسبريسو او قهوة مقطرة. بسم الله. احس اني من زمان. هذا فلات وايت برسمة السوان. بسم الله. الله الله، احيانا الحليب يعطي القهوة حلاوة زيادة. كوب ممتاز من ماكينة متميزة. طبعا الآلة هذه سعرها عند الوكيل 6520 ريال سعودي، يعني 1730 دولار امريكي. ايش رايكم في سعرها وامكانياتها؟ هل تشوفوها مناسبة ام لا؟ هل عندكم ماكينة منزلية تفضلوها عندكم في البيت؟ قولوا لي كل آرائكم تحت في التعليقات. إذا حابين تقتنوها بسيب رابط الشراء تحت في وصف الحلقة. لايك للحلقة إذا عجبتكم، اشتركوا في القناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا اقربوا مني. كل حساباتي الظاهر الآن أمامكم في حال عندكم أسئلة واستشارات. كان معكم أحمد عمر، والحلقة كذا انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة بن أفكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة أو ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة إيش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دب الشت يخليك انت تنط في أرضك ثم تحط أو ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف إيش الهرجة مع أحمد عمر.